عدد الفيديوهات اللي بتنزل يوميا على السوشيال ميديا على اليوتيوب بالذات تقريبا 4 مليون فيديو. السوشيال ميديا لو انت من الناس اللي بتعاني على السوشيال ميديا ومش عارف تعمل ايه، بقى في معايير معينة للفيديو. لو انت من صناع المحتوى او حتى بتتفرج، لو ما مشيتش عليها انت ميت. او بتفكر تدخل على السوشيال ميديا، جربتها بنفسي، جاب 19 مليون مشاهدة. فانت عشان الفيديو بتاعك يوصل في وسط الفيديوز اللي بتنزل يوميا، الفيديو ده هيفيدك جدا جدا جدا. اهلا بيكم في فيديو من فيديوهات بدون مونتاج. انا نزلت حوالي 5-6 قبل كده، انا عامل لهم بلاي ليست عشان تعرف ما هو فيديوهات بدون مونتاج. ولكن باختصار فيديو انا بحاول افتح معاكم في موضوع معين، بنتكلم في موضوع معين، ساعات بنبقى بنعمل اسئله واجوبه ونجاوب عليها، وبيبقى الفيديو فيه مونتاج قليل جدا جدا بحيث انه ينزل بسرعه، ما يتاخرش، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه حاجات داخله يمين في شمال، في موسيقى، في مشاهد، في سلو موشن، مش عارف ايه. يعني من الاخر ما فيهوش كرياتيفيتي خالص، مجرد فيه كلام في الصميم كده كانه بتتفرج على برنامج. ما علينا، نخش في الفيديو على طول. 2017 2018 2019 كميه الفيديوهات اللي بتترفع على اليوتيوب يوميا وعلى السوشيال ميديا، طبعا الفيسبوك دخل بعد كده ودخلت البلاتفورمز التانية، يعني حوالي من مليون لمليون ونص فيديو يوميا. الرقم كبير صح؟ كبير جدا. ولكن بالرغم ان الرقم كبير، لو انت كنت من الناس اللي بتقدم محتوى تعليمي، لو انت بتقدم مقالب، بتقدم تحدي، بتعمل فيديوهات سفر، بتقدم، انت معلق، بتقدم حاجه عن الكوره، بتعمل جيمنج، يعني بتلعب جيمنج زي قنوات الجيمنج موجوده كتيره قوي، بتعمل فلوجينج زي ما انا بعمل فلوجز، او بتعمل محتوى عن الاكل. فاي حاجه انت كنت بتعملها او قررت تعملها، او حاجه عن العربيات على السوشيال ميديا، فرصه انها تنجح حتى لو ما فيهاش المعايير بتاعه نجاح اي فيديو، فالفرصه برضو كانت كبيره وموجوده. ان انت توصل للناس كانت بسهوله جدا. مش عايز اقول برضو بسهوله جدا ان اي حد خلاص كان داخل بيوصل، لا، هو يعني على فكره كان بتاخد وقت. ولكن ان انت تتكلم في اي موضوع، حتى لو الموضوع اللي بتتكلم عليه مثلا الفقره بتاعته في فيديو قليله جدا، او بتتكلم على موضوع انت حاسس انه مش هيفيد الناس قوي، فعدد اللي كان بيقدم الحاجات دي، او في الفلوجين خلينا اتكلم عن تجربتي الشخصيه، عدد اللي كان بيقدم الحاجات دي كان قليل جدا مقارنه بدلوقتي. انا بقول قليل جدا مقارنه بدلوقتي. ففرصه ان انت توصل او تعمل حاجه والفيديو بتاعك يطلع، مهما كان الصوره بتاعته وحشه، العنوان بتاعه مش قوي، طريقه تقديم الفيديو مش قوي، ولكن فرصه ان انت توصل كانت موجوده. ولكن انا عايزك تتخيل معايا حاليا 2024 عدد الفيديوهات اللي بتنزل يوميا على السوشيال ميديا على اليوتيوب بالذات تقريبا 4 مليون فيديو. الكلام ده في شهر واحد 2024. يعني انا ممكن اقول لك العدد دلوقتي وصل ل 4 مليون 100 الف فيديو في اليوم. فانت عشان الفيديو بتاعك يوصل في وسط الفيديوز اللي بتنزل يوميا، ووسط القنوات اللي بقت موجوده، وسط كمان المنافسين. يعني ايه منافس؟ يعني مثلا بقدم فلوجينج، فتقريبا في كام قناه بتقدم فلوجينج، بما ان كده كده اصلا الفلوجينج يعني ميت حاليا. ولكن لو نفترض ان انا بقدم على العربيات، او بقدم محتوى اكل، او بقدم محتوى سفر، او محتوى اي حاجه، ما علينا، يعني من اللي هم موجودين حاليا، فانت كميه الناس اللي بيقدموا نفس المحتوى بتاعك حاليا اضعاف الناس اللي كانت موجوده قبل كده. فانت علشان تطلع كده في وسط الناس دي والفيديو بتاعك يوصل للناس، بقى في معايير معينه للفيديو، لو ما مشيتش عليها انت ميت لا محاله، انت خلاص مفيش، انت مش يعني الفيديو بتاعك مش هيوصل نهائي. من المعايير ديت لو انت عايز تنجح على السوشيال ميديا، انا هقول لك عليها كلها، بس اصبر شويه، هي جايه قدامي يعني في الفيديو، هقول لك ازاي بالظبط تعملها. ولكن اللي عايز اقوله ان المعايير دي انا جربتها بنفسي، ونوع الفيديوز اللي السوشيال ميديا محتاجاها اليومين دول جربتها بنفسي، والفيديوز نجحت. في فيديو جاب 19 مليون مشاهدة على الفيسبوك، في فيديوهات معدية الملايين المشاهدات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، في فيديو فعليا يعني كمية فيديوهات واصلة ل 6 مليون 5 مليون، اللي هو ارقام اصلا انا عمري ما كنت احلم بيها خالص. وفي نفس الوقت هي ما عملت الفيديوهات، عملت الارقام دي دلوقتي، انا على فكرة احبطت اكتر، مش اللي هو انا فرحت. خليني اقول لكم ليه. دلوقتي علشان انت تنجح على السوشيال ميديا في شويه حاجات معينه لازم تمشي عليها، خليني اقولهم لك. رقم واحد، انا عايزك تسال نفسك وانت بتعمل الفيديو، ليه الناس هتتفرج عليه؟ يعني ايه اللي يخلي الناس تتفرج على الفيديو؟ ايه السبب المقنع جدا يخلي واحد من وسط ال 500 فيديو اللي بيظهروا له يوميا علشان هو عامل سبسكرايب لناس كتير يختار الفيديو بتاعك انت يتفرج عليه؟ معناها ان الصوره لازم تشد جدا جدا، فهتصرف عليها. دلوقتي كميه الناس اللي بتعمل تامنيل وبيقدم لك خدمه انه يعمل لك صوره كتير، فحلو، فتح مجال بيزنس للناس. العنوان لازم يكون مختصر ويكون يشد جامد جدا.
طيب دول بقى اللي هم ايه زي ما نقول ايه البقسماط بتاع الحاجه. خلينا نخش لك بقى على الوجبه الاساسيه. الفيديو نفسه من اول كان زمان يقول لك خلي الانترو اول 30 ثانيه تشد. لا، انا عايزك الفيديو كله يشد. انت من اول الفيديو لازم تخش في الموضوع اللي انت جايبني عشانه، ولازم تعمل الطريقه اللي تشد، او الهوك زي ما نقول اللي تصطادني بيه في الاول، اللي يخليني ما اقفلش الفيديو. اللي هو انا لو اتفرجت على اول 30 ثانيه انا عايز اكمل، انا عايز اشوف انت بتعمل ايه، حصل ايه. كأقرب مثال مثلا انا دلوقتي بعمل فيديو مثلا، هقول لك مثلا اول حاجه باظت عندي في العربيه، يعني مثلا لسه منزله من يومين، العربيه لسه جايبها مثلا جديده، هي العربيه دي مثلا انا جايبها جديده، وهوب مع اول تجربه في حاجه باظت في العربيه. فانت لو شفت الفيديو الاولاني انت مشتاق عايز تعرف ايه ده، ايه اللي باظ، انت مش لسه جايبها، ايه اللي عايز تعرف. فانا ابدا الفيديو مثلا وتلاقيني بعمل كوبايه قهوه، او مثلا رايح اجيب بامبرز لادم مثلا من الصيدليه مثلا، ولا اجيبه من الصيدليه من السوبر ماركت. فانت اللي هو اوكي انجز، يعني انا ده مش هيفيدني، بالذات ان احنا دايما لازم نحاول نعمل فيديوز مش للناس اللي عندنا بس، احنا بنحاول نعملها للناس اللي مش عامله اشتراك او سبسكرايب عندنا. يعني من الاخر انت بتعملها للناس لسه عايزهم يجوا عندك على القناه جديد، فاهم قصدي؟ فده واحد من الحاجات، ان انت مش ال 30 ثانيه اللي في اول الفيديو بس لازم يكونوا مهمين، انت لحد اول دقيقه دقيقتين انت كل حاجه بتحصل في الفيديو بتشدني. حتى لو انت حاسس ان اللي في الفيديو ما يشدش شيله. يعني لو انت مثلا، ونفترض احنا بنصور فيديوز مثلا بننزلها، الفيديو عامل 15 دقيقه بعد ما عملت له مونتاج، لو ال 15 دقيقه دول فيهم هري خليه 6، خليه 5، اهم حاجه الفيديو يشد لحد اما تخلي واحد زي بيتفرج على الفيديو بتاعك اوصل لنص الفيديو وما زلت مهتم. بعد نص الفيديو خلاص، مهما بقى انا بقول ايه في الفيديو، مهما بيحصل، انا ما دام وصلت غصب عني، يعني زي ما يقول لك ايه علم نفس كده، فاهم انت، مخي غصب عني انا هكمل الفيديو مهما كان بقى انت بتبرطم بتقول ايه او بتوريني ايه في الفيديو. فدي بقت واحده من المعايير اللي خلت ان الفيديوز حاليا كلها شبه بعض على السوشيال ميديا. انت فعليا لو انا حبيت، اعوذ من كلمه انا، امشي على الموضوع ده، فانا حاليا موضوع الفلوجينج او الفلوجز اللي انا بعملها دي خلاص، الموضوع دوت لو انا عايز اعمل فيوز على السوشيال ميديا الموضوع مات. انا لازم دلوقتي اشوف مواضيع تهم اللي بيتفرج، تهمك انت اللي بتتفرج، لازم كل يوم ادور لك انت على موضوع. خلاص بقى، يعني انا اهتماماتي الشخصيه او التفكير زي ما نقول الاناني ما بقاش يمشي، فاهم قصدي؟ انا مش عايز اقول تفكير اناني، هو فكره اللي هو انا دلوقتي فتحت محل ببيع بضاعه انا بحبها وعايز ابيعها للناس، بس ما بقتش تمشي، فلازم اجيب البضاعه اللي الناس كلها بتدور عليها. فده خلى فعليا ان كل اللي على السوشيال ميديا ما تفتح الترند او تشوف الفيديوز بتاعت الناس اللي بتنزلها كله بقى شبه بعضه. سواء انت دخلت في محتوى العربيات، دخلت في محتوى الجيمنج، دخلت في محتوى الاكل، دخلت في محتوى السفر، فعليا كل الفيديوز بقت شبه بعض، كل اليوتيوبرز بقوا شبه بعض. فانت ان انت عشان تعمل حاجه زي كده ده بقى المطلوب منك علشان تنجح. ولكن طب يعني ايه الحل؟ انا دلوقتي موجود على السوشيال ميديا وعايز انجح. بص الحل هو في نفس الوقت انا اقوله لك، وفي نفس الوقت انا بسال نفسي اذا كان ده صح. يعني انا حاسس الموضوع ده بيضرب يمين وشمال، ولكن الفيديو انا عايز اعمله من بدري، ومهما كان هياخد قد ايه من وقت، احنا حاليا واصلين للدقيقه كام؟ للدقيقه 10. فانا هسيبه وهنزله زي ما هو. الحل دلوقتي في حاجتين، او زي ما نقول 3 حاجات. لو انت واخد اليوتيوب والسوشيال ميديا شغلانه اساسيه، هو ده شغلك الاساسي، او بدأته جنب شغلك ونفترض شغال انت في حاجه تانية بس عايزه يبقى يوما ما يبقى هو شغلك الاساسي، شغلك الاساسي اليوتيوب السوشيال ميديا، واكسب منها ويجي لي سبونسر ومش عارف ايه، فالحل الوحيد ان انت لازم تمشي على المعايير دي. لازم تختار مواضيع تهم الناس، لازم تشوف الحاجات الترند وتعملها، يعني تشوف شخص تاني عمل موضوع ترند اعمله بس بطريقتك انت. تمام. رقم 2 ده بيتقال في اي فيديو حد بينصح اي حد على السوشيال ميديا، لازم طبعا تبقى بطبيعتك، تبقى انت بتعمله بطريقتك انت، ما تقلدش حتى الطريقه بتاعت الشخص، ولكن ممكن تاخد الفكره وتعملها، مفيش مشكله خالص. ولكن العنوان، الصوره، اول 30 ثانيه، اول دقيقه، اول دقيقه ونص، اول دقيقتين لازم يبقوا مجانين. من الاخر باختصار لازم تحسسني ان انا لو قفلت الفيديو بتاعك قبل نصه او في اوله او في ربعه، او حتى شفت الصوره والعنوان وما اتفرجتش، عايزك تديني الاحساس ان انا لو دخلت انام مثلا دلوقتي، مثلا بفكر في السرير كده وانا بفكر يعني داخل انام وبفكر ايه ده، هو ايه اللي حصل في الفيديو بتاعك، ونفترض الفيديو بتاعنا، ايه ده، وايه اللي حصل مع كريم في الفيديو، لا انا لازم اعرف ايه اللي حصل. انا مهتم جدا اشوف هو وصل اللي هو راح له ولا لا، او جرب التجربه بتاعته ولا لا. من الاخر تخليني اندم ان انا ما افتحش الفيديو بتاعك. هو ده من الاخر عنصر النجاح على السوشيال ميديا.
ولا بقى تعمل كامبين، ولا تشترك في حاجه من اللي هم بيزودوا السبسكرايبر والفيوز، هو الطريقه سهله جدا. انا هضيع وقتي على الفيديو بتاعك ليه؟ فانت لازم تخليني اول 3 دقايق في الفيديو، اول 4 دقايق انا ما ضيعتش فيهم ثانيه. انا اخترت الفيديو وما ندمتش ان انا اختاره. بس للاسف الفيديو بتاعتك هتبقى شبه الناس التانيه كلها. وطبعا كل ما تستثمر اكتر في اليوتيوب وتصرف وتروح مشاوير وتسافر وتجيب حاجات وتجربها وتعمل ومش عارف ايه، كل ما تنجح اكتر. يعني انت لازم تعتبره كشركه خاصه انت بداتها، فكل ما تصرف عليها كل ما تنجح. ولكن ما تجيش تسال نفسك تقول بس انا ما بقيتش اعمل الحاجه اللي بحبها، لان مش دوت اللي هينجحك من الاخر على السوشيال ميديا. انت لازم تعمل الحاجه اللي اليوتيوب بيحبها او الناس اللي على السوشيال ميديا بتحبها. عدد الناس اللي بتستخدم اليوتيوب زاد من 2017 و18 والنهارده 2024 لاضعاف الاضعاف. انا مش عايز ادي رقم والفه، ولكن ولنفترض مثلا ان في 10 اشخاص كانوا بيتفرجوا، النهارده بنتكلم في 5000 شخص، فانت تضربهم في ملايين بقى. تمام، انا قريت الارقام يعني بس ما رضيتش احفظها في مخي، ملهاش لازمه ان انا احفظها، ولكن اضعاف المضاعفه. فانت علشان تخلي الناس دي تتفرج، انت دلوقتي الفيديو بتاعك ما بقاش لوحده في وسط 10 فيديوهات بتعمل لهم ابلود النهارده، لا انت في وسط 5000 500000، انا بتكلم في 4 مليون فيديو بينزلوا في اليوم. يعني الفيديو اللي انت بتتفرج عليه حالا ده في 4 مليون فيديو هينزلوا النهارده. فانت ايه اللي خلاك تختار الفيديو بتاعي وتتفرج عليه؟ ده اللي لازم اللي انا اعمله في الفيديو علشان اخليك تتفرج. فالحل رقم 1، لو اليوتيوب هو الشغلانه الاساسيه اللي انت اخترتها، السوشيال ميديا عامه مش يوتيوب بس، اتكلم على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام، بالذات الفيديوهات الشورتس. انا كل ده ما حسبتش فيديوهات الشورتس اللي هي اصلا بقت من اساس الفيديوهات دلوقتي. الناس تتفرج احسن على 50 فيديو شورت في اليوم عن مثلا 10 فيديوهات كلهم 10 دقايق ولا حاجه. ولكن الفيديوهات الطويله مش هتموت ولا حاجه، هتفضل موجوده. فده الحل رقم 1 لو انت فعلا قلت انا شغلتي الاساسيه هي السوشيال ميديا، او انا بحضر قدام ان هي شغلتي تبقى الاساسيه السوشيال ميديا. طيب حل رقم 2، لو السوشيال ميديا مش هي شغلتك الاساسيه، معناها ان انت في شغلانه تانية شغالها والسوشيال ميديا انت واخدها كده فور فن، بتعمل حاجه بتحبها. الحل رقم 2 اللي انا هقولك عليه، كمل في اللي انت بتعمله من غير ما تستنى اي، انا مش عارفها بالعربي، expectation، يعني من غير ما تستنى اي عائد جاي منها. ما تستناش فيوز، ما تستناش فلوس، ما تستناش سبونسر، اي حاجه هتجيلك من دول بونص تحمد ربنا، بوس ايدك كده وش وظهر، حلو جدا، ولكن انا هستمر في الحاجه اللي انا بحبها. ودوت اللي انا عملته الفتره اللي فاتت، لان انا مش هدفي السوشيال ميديا، انا هدفي ان انا في بيزنس او بروجكت معين عايز اعمله. وهو طبعا يعني مش سر ولا حاجه، ولكن انا مصمم ان انا اعمل له فيديو لوحده، وان شاء الله جاي الايام الجايه باذنك يا رب هتكلم عن ايه بالظبط اللي انا عايز اعمله وايه اللي ناقصني وليه ما عملتوش لحد النهارده. ولكن بالاخر هدفي الاساسي، اعوذ من كلمه انا، عايز استخدم السوشيال ميديا كوسيله ان انا انشر الموضوع ده، ان انا امشي فيه، ان انا اوريكم الخطوات بتاعته، ان انا هبدا من الصفر، ان انا كانسان عادي، اعوذ من كلمه انا مليون مره، انا جيت هنا ببدا من الصفر. فانا عايز اعمل براند، عايز اعمل مشروع كبير يكبر تحضره معايا وهو بيكبر، اكنك من الاخر مشروعك انت، فانت تحس ان انت واحد انجز حاجه. ده ملوش علاقه خالص بفيديوهات الترند، بفيديوهات المواضيع، بفيديوهات السياحه، السفر، اكل، كوره، شرب، مش عارف ايه، ملهاش دعوه بالعلاقه دي خالص. لان انت ما تعمل الحل الاولاني، انت الناس داخله على الفيديو اللي انت عامله. لما تعمل الحل التاني اللي انا ماشي فيه حاليا بس غيرته للحل التاني اللي هقوله لك دلوقتي، فانت بتعمل من الاخر حاجه اللي انت بتحبها. ولو في ناس بتتفرج عليها فهم بيتفرجوا عشانك انت، معناها ان انت الفيديو الجاي اللي هينزل هم مش هاممهم ايه موضوع الفيديو، اكتر ما هاممهم هم عايزين يشوفوك وصلت ايه الجديد، ايه الابديت في حياتك. فده نوع تاني من الفيديوز. طب نفترض ان انت مثلا بتعمل فيديوهات اكل وحابب اللي انت بتقدمه او الحاجه اللي انت بتحبها، او مثلا بتعمل فيديوهات عربيات او بتعمل فيديوهات سفر ومش عايز تسيبها، مش عايز تخش بقى في الترند وتروح تجرب حاجات غريبه وتعمل حاجات غريبه علشان تنجح على السوشيال ميديا، او تعمل حاجات من الاخر اليوتيوب عايزها بالمعايير بتاعته. فانت عايز دلوقتي تعمل حاجه اللي انت بتحبها، سواء السفر، سواء الاكل، سواء مثلا فلوجينج زي ما انا بعمل، او مش فلوجينج، يعني انا بعمل دوكيومنتنج من الاخر، اللي هو ايه، انا بسجل اللي بيحصل في حياتي خطوه بخطوه علشان تعيشوه معايا، علشان يوما ما لما اوصل وحد يخش يشوف مثلا هو وصل ازاي وعمل ده كله ازاي، فلاقي من اول خطوه، من اول ما اتكلمت عن المشروع او البراند بتاعي لحد ما بدات فيه، او الصعوبات اللي قابلتني والمشاكل والدروبات اللي وقعتها لحد ما نجح ولحد ما بقى كبر لحد مش عارف كذا. فما نوصل قدام باذنك يا رب ان شاء الله تقدر تشوف الرحله كلها اتوثقت، توثيق دوكيومنتنج، فاهم قصدي؟ فلو انت عايز تعمل الحاجه اللي بتحبها مش عايز تغيرها بس في نفس الوقت عايز تنجح، فانت لازم تعمل الحل التالت. ايه هو؟ ان انت تحاول على قد ما تقدر تربط الاتنين ببعض. يعني
تعمل الحاجه اللي انت بتحبها بشويه من المعايير اللي اليوتيوب بيحبها. يعني دلوقتي ونفترض انت بتعمل حاجه بتحبها وبتبدا الفيديو بطريقه معينه، واهلا بيك وليك انترو ومش عارف ايه. انت عارف ان الانترو ملوش لازمه، اول 30 ثانيه هم مهمين تشدني، الانترو ما بيشدنيش خالص. هتضطر للاسف زي ما نقول ايه، يعني اللي هو ايه، انا مش عايز اخلع عبايتي واعمل حاجه تانية، ولكن ايه، هتخلع نصها. يعني معظم المشاهد اللي ملهاش لازمه للناس علشان اليوتيوب يقدر يدخل فيديوهاتك في وسط ال4 مليون فيديو اللي بينزلوا والناس تبدا تشوفهم، هتضطر تشيل شويه حاجات ملهاش لازمه. انا بدات اعملها في اخر كام فيديو، وللاسف بداوا يظهروا يعني نتائج. انا بتكلم طبعا عن عدد الناس اتفرجت ولحد الدقيقه كام ومش عارف ايه، بدا يظهر نتائج مختلفه تماما عن الفيديوهات اللي قبلها. فللاسف هكمل عن الموضوع ده، على الموضوع ده، يعني ان انت هتهتم بالصورة وبالعنوان للأسف، يعني بطريقة اللي هو انت تحاول تشد بيها الناس حتى لو هتصرف عليها. بس مش ده اهم حاجة. اهم حاجة ان انت هتشيل كل الحاجات اللي ملهاش لازمة. يعني ايه؟ يعني لو انت بتعمل فيديو عن طريقة اكلة معينة، ابدأ الفيديو بنهاية الفيديو. فاهم قصدي؟ يعني ابدأ الفيديو بالنتيجة اللي وصلت لها. انت شدتني، ايه ده، انت وصلت مثلا لوصفة الفراخ دي ازاي، او وصلت مثلا العربية بقى شكلها عامل كده ازاي. او تبدأ الفيديو مثلا، نفترض ان انا بعمل تعديل للعربية، انا بديك امثلة قريبة مني مش عايز بس ابعد. هبدا عربيه مثلا كحيانه جدا، وفي الفيديو النهارده هوريك غيرتها ازاي. انا هبدا بالكم مشهد الكحيان، واقول في فيديو النهارده انا هعمل العربيه بالشكل ده، تمام. وانا بسجل في اخر اليوم خالص وعملت النتيجه، هسجل المشهد ده ان انا احطه في اول فيديو. ودلوقتي العربيه وصلت للمنظر ده او النتيجه دي، والنقطتين دول هحطهم في اول فيديو. انا وريتك اوريدي كانت قبل عامله ازاي وبعد بقت عامله ازاي، وابدا الفيديو بحاجات مثيره والمشاكل اللي ظهرت ومش عارف ايه، بحيث ان انا مش بديك اول 30 ثانيه بس، انا بديك حاجات مثيره تتفرج عليها. انا بديك اول دقيقه دقيقتين ثلاثه اللي هو تك 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 تك، انت متابع ايه اللي بيحصل. ما بقتش بقى حاطط مشاهد بي رول اللي هي بتبقى مشاهد الطريق، او بنفتح باب او بنقفل باب كتير. ما بقتش اعمل كافي، ما بقتش اعمل قهوه، ما بقتش اعمل الحاجات دي كلها. ولكن انا حاولت اخلط بين الاثنين دوت زي ما نقول ايه الحل اللي انا قدرت اوصل له. وفي نفس الوقت انا بحاول اخد رايكم في الموضوع اذا كان اصلا ده صح ولا لا. لان انا عاوز اقول من كلمه، انا لما جربت الفيديوز اللي جابت 19 مليون و6 مليون و5 مليون، انا فعليا ما استمتعتش ولا دقيقه في التصوير، في الاداء، في المونتاج. فاللي هو انا دلوقتي لو انا قررت ان انا اخد اليوتيوب هي شغلتي، انا عايز اكبر القناه واكبر عدد الفيوز، الناس اللي بتتفرج، واكبر كل حاجه، واعمل فلوس كتيره من السوشيال ميديا، بس لازم اعمل نوع الفيديوهات ديت واعمل افكار مختلفه جدا ملهاش علاقه بقى كريم ايه اللي حصل في حياته او ايه الجديد في حياته او ايه اللي اتغير في حياته. لا، انا خلاص هقلع الجلابيه تماما وابدا اعمل الحاجه اللي اليوتيوب عايزها عشان انجح، عشان اقدر انجح. فهضطر للاسف اخش في الحاجات دي. ولكن انا جربتها بنفسي، ولا دقيقه استمتعت بيها خالص فعليا يعني. تعال مكسوف يا نمت كويس، روح لماما يلا علشان ايه كمل الفيديو اللي مش عايز يخلص ده، ماشي. ولكن علشان ما اطولش عليكم، من الاخر لو انت بتعاني فعلا من السوشيال ميديا وعايز تنجح على السوشيال ميديا، فكر مع نفسك كده من الاخر، اسأل نفسك انا عايز اوصل لايه. انا كمان في خلال ال10 سنين الجايه ايه اللي انا عايزه. انا هفضل يوتيوبر لمده 10 سنين واللي جاي، ولما اكبر لما يجي ولادي مثلا انت بتشتغل ايه يا بابا او في المدرسه، او والله انا يوتيوبر وبعمل فيديوهات ومش عارف ايه. فلازم تمشي على الحل الاولاني، لازم تمشي في الاتجاه ده، لازم تشوف ايه اللي مطلوب علشان الفيديوز تنجح وتعمله. هو نفس الكلام لو انت فاتح مطعم، لازم تشوف الناس ايه الاكل اللي بتحبه، وفي نفس الوقت تعمله رخيص وتعمله بكواليتي رهيبه جدا علشان الناس تقدر تجيلك، بجانب طبعا الماركتنج والحاجات دي. فدي الطريقه. طب انا قلت في اول الفيديو برضو الموضوع ده مفيد للي بيتفرج. انا عايز اقول بيتفرج، انت عارف لو انت قررت تقول انا هتفرج على كل الفيديوهات الموجوده على اليوتيوب، ونفترض من دلوقتي مفيش فيديوهات بتنزل بتعمل لها ابلود، وانت قررت تتفرج، فانت عارف هتاخد يعني في على اليوتيوب حوالي 800 مليون فيديو. طبعا بيزيدوا الارقام دي من شهر 1 2024 ولا 2 2024. تتخيل نفسك كده قلت من دلوقتي انا هتفرج واخلص كل الفيديوهات، انت محتاج حوالي، انا كاتب الرقم، 17,000 سنة. 17,000 سنة 810 يعني يستحيل طبعا تخلصهم. فاللي هو طب ده هيفيدك ازاي؟ ان انت وانت ده على السوشيال ميديا او على اليوتيوب او الفيسبوك وكده، حاول فعليا ان انت تختار مواضيع معينة انت مهتم تتفرج عليها، وهم دول بس اللي تعمل لهم سبسكرايب.
والسوشيال ميديا سواء يوتيوب او فيسبوك هيبدا يظهر لك فيديوهات متعلقه باللي انت بتحبه ده. لو سبتها سداح مداح واي فيديو بتخش تتفرج عليه للاسف هيفضلوا يرشحوا لك فيديوهات كتيره بانواع مختلفه، تلاقي نفسك تهت وبتضيع في اليوم 5-6 ساعات على الموبايل او على اللابتوب بتتفرج بس على فيديوز وبتضيع وقت اللي انت ممكن تنجز فيه حاجه. فدي يعني المعلومه الصغيره اللي هو مش صانع محتوى او ما بيفكرش بصانع محتوى، انت متفرج بس. حاول فعليا تختار ايه اللي انت عايز تتفرج عليه واعمل له كده ايه مينيمم فيديو 2 ماكس، يعني في مينيمم اعمل له ماكس كده في اليوم فيديو 2 بالكتير قوي. ولكن بالنسبه ليا وليكو وكل صناع المحتوى، الموضوع اللي شاغل دماغي جدا اللي هو حاليا ان انا اعمل فلوجينج واصور كل يوم وكده، الحاجه اللي انا فعلا بحبها وعايز اوثق كل لحظه، وفي حاجات كتير نفسي اتكلم فيها معاكم، وفي حاجات كتير نفسي اوريها لكم، في حاجات كتير اتعلمتها نفسي اتكلم عليها او زي ما نقول يعني اوريها لكم في الفيديوز، بالذات مثلا لو حد قابله نفس الموقف في حياته، مثلا مواقف كتير بتحصل لنا فتتصرف ازاي علشان انا اتصرفت فيه ازاي وغلطت ازاي. كل الحاجات دي كلها لو ما اتعملتش بالطريقه اللي اليوتيوب عايزها بالمعايير بتاعتها، الشد والتامنيل والصوره والعنوان والطريقه الفيديو وتك تك تك والكلام ده كله، مش هتوصل للناس. بس برضو برجع اسال نفسي من الاول خالص، انا ما دخلت على السوشيال ميديا ايه اللي انا كنت داخله او ايه الهدف اللي انا كنت عايزه من السوشيال ميديا؟ وكل مره ما بسال نفسي نفس السؤال ده اللي بيخليني بقول انا عارف اوكي القناه واقفه مثلا عند 500 وحاجه بقالها 3 سنين تقريبا، 3 سنين تقريبا، انا عارف انها واقفه وانا جربت الفيديوز اللي ممكن تنجح القناه، ولكن انا فعليا ما استمتعتش بولا دقيقه. ومعلش احنا فاهم انت ايه يعني بنعيش مره واحده بس غير ان احنا بنعيش مره واحده بس، فاعمل اللي انت بتحبه وبتستمتع بيه. انا كده اصلا يعني عاوز اقول كلمه، انا الحاجه الاساسيه ان اليوتيوب اصلا مش هو الشغل، مش هو اللي انا فعليا عايز اشتغله. يعني انا مش متخيل نفسي مثلا كمان 10 سنين شغلتي الاساسيه يوتيوب، ولكن كمان 10 سنين هبقى موجود على السوشيال ميديا. لا هفضل موجود، بس هيبقى مجرد وسيله انا بوثق فيه او بصور شغلي بقى الاساسي، سواء بقى البراند بدأنا فيه ربنا وفقنا ولا لا، او كملت في شغل التنس او حاجه. يعني هبقى متواصل زي ما نقول ايه مكمل في الشغل بتاعي، والسوشيال ميديا حاجه بتكمل ده بس. يعني بنشوف ايه اللي بيحصل جديد، بنجرب حاجه جديده وبس. يعني انا عايز اقول لكم شوفوا اصلا مخ انا عمال افكر كتير، الموضوع فعليا قلب لي دماغي. في واحد مثلا يقول لك انت ما تعمل فيديوهات اللي هي بتنجح، مثلا كنت اتكلمت مع نادر صاحبي، اعمل فيديوهات مثلا اللي هي بتنجح مثلا واللي هي ترندي، واشوف الموضوع واروح اصور حاجات غريبه ومش عارف ايه، ولما اوصل بقى لعدد كبير اقدر اعمل مثلا براند، ساعتها يبقى في عدد كبير قوي يقدروا مثلا يشتروا من البراند ومش عارف ايه. هو فعلا ما عندوش اسمه ايه ده، يعني هو مش غلطان، يعني انا قصدي هو عنده حق، يعني فاهم قصدي، يعني هو ما قالش حاجه غلط. انا فعلا ممكن اتجه في الاتجاه ده واعمله، ولما العدد يكبر ويبدا يجي ناس كده كده هتيجي فلوس، فهقدر اصلا ابدا في المشروع يعني اسرع والمشروع برضه يقدر ينتشر وكده. ولكن العقبه الوحيده اللي مش مخلياني اعمل الحل رقم واحد هو ان انا فعليا ما بستمتعش بولا ثانيه من نوع الفيديوز دي، ولكن مضطر ان انا اصورها. فباختصار نهايه الفيديوز بتاعتي اللي جايه هتبقى بالحل اللي هو رقم 3، اللي هو ميكس بين الاثنين، اعمل اللي انا بحبه بس بالطريقه اللي اليوتيوب بيحبها. وزي ما نقولي بالالماني ابونسو يعني بالانجليزي كده ايه اللي هو الانجليزي ايه بالعربي، كل فين وفين هعمل فيديو من اللي هو الحل رقم 1. حتى لو انا ما بحبوش هحاول اربطه بحاجه بحبها، ولو ما فيش خلاص يعني هعمل فعليا حاجه ما بحبهاش. علشان للاسف انا حاليا السوشيال ميديا زي ما قلت بقت بنسبه 90-95% من زي ما نقول مصدر الدخل الاساسي بتاعي. والناس كتير عارف ممكن يقولوا دي غلطه، انت المفروض اصلا تعمل يعني تتاكد الاول انه بيجيب لك مصدر وكده بعدين تخليه شغلك الاساسي. ولكن انا ظابط الدنيا، عارف هي ماشيه ازاي، ولما الدنيا تبدا تمشي هبدا اقول لكم بالظبط ايه البلان اللي انا ماشي عليها. ولكن يعني هو بنسبه 95% شغلي، فللاسف مضطر ان انا كل فين وفين اربط اللي انا بعمله برضو بفيديوهات من اللي هي من النوع ده اللي من الاخر اللي انا بحبوش. فانا مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، ولكن انا ماشي فيه مجرب. محتاج اعرف رايكم، يعني كل واحد مر بتجربه زي دي حتى لو مش في السوشيال ميديا بس بنفس الطريقه الدنيا ماشيه في شغله كده، اللي هو لازم تمشي بالمعايير اللي الناس عايزاها مش اللي انت بتحبه. يعني ايه عايزين ندردش مع بعض في الكومنتس، وانا هحاول ارد على كل واحد في الكومنتس حتى لو رايك مختلف مع اللي انا بفكر فيه. بس خلينا ندردش مع بعض. فيديو بدون مونتاج انتهى، والمعلومات اللي انا قلتها لكم ديت عن طريقه ازاي تنجح الفيديو على فكره انا مش مؤلفها، ده من مستر بيست، يعني رقم 1
في السوشيال ميديا. مستر بيست قال الجمله بتاعته المشهوره بالنوليدج او المعرفه اللي عنده دلوقتي ازاي ينجح اي فيديو، ينجح فيديو مش ينجح اي فيديو، ازاي ينجح اي قناه. بيقول انا لو فتحت قناه جديده من غير ما اظهر بوشي هقدر في خلال 6 شهور اوصلها ل1,000,000 سبسكرايبر، 1,000,000 مشترك. وانا مصدقه فعلا حتى لو ما كتبش اسمه. فبعد كده شرح هو الطرق. فانا قلت لكم في الفيديو بتاع النهارده. الفيديو انتهى، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله قريب.